وسهلا. هذا هو جنيريك البداية متاعنا بالأغنية الحلوة باش نرحبوا بالضيوف اللي حاضرين معنا منورين في حلقة جديدة من استوديو الجنوبية. إن شاء الله نقضيو معاهم الساعة وربع من الوقت بالضحكة متفدليك ونتعرفوا على مختلف أعمالهم ونشوفوهم ربما في شخصية جديدة ما تعودتوش عليها مع الفنانين هذم اللي تحبوهم واللي نحبوهم التوانسة الكل. ولي الميكرو تاعهم. عودة معكم من جديد. إذا نحب نرحب بالضيوف اللي حاضرين معنا اليوم واللي مش متعودين معنا زوز، لكن مادام اسمهم ما نحبش نقول اقترن بعضهم، هما أصحاب في الدنيا، أصحاب في الأعمال اللي جمعتهم ومحليهم وخف دمهم معنا حتى في الكواليس، عملوا أمبيونس حلو وإن شاء الله نعدي معهم قايت حلو. نرحب نبداو احنا مسلمين وعرب، نبداو باليمين. مرحبا بيك رياض. عايشك، مرحبا بكم، وإن شاء الله تحية للقناة الجنوبية، وإن شاء الله ذي مالها اللي باش تكون معناها دعم للثقافة وللفرجة في تونس، ونهنيها والناس الكل يلزمها تتظافر بالحق للمولود هذايا لأنه في مصلحة تونس. أكيد يعطيك الصحة. إن شاء الله قناة الجنوبية يا رب توصل للتوانسة الكل اللي في تونس وفي خارج حدود الوطن، نوصلوا لهم الثقافة التونسية، نساهموا احنا منا باش نخدموا المشهد الثقافي التونسي. نتعدى اليساري ما تغشش محسن باليمين. تفضل محسن. محسن بطبيعته يساري. قال يساري. لا كنت تاكل باليسار بدلت معك. بدل باليمين. ما إشاعة طلعت عليك. اي طلع اخوي بدايات. محسن مرحبا بكم معنا اليوم في الجنوبية. مرحبا بكم ومرحبا بالمتفرجين بقناة الجنوبية اللي بصراحة أنا ما عادش نقول لي أنا في حلمة، خاطر كنت بالحق بل نقول اللي إن شاء الله هكا نعيش ونشوف اللي ثم قنوات هكا تونسية اللي يعني يلقى المجال فيها الفنان باش يحضر ويقدم جديد وكل شيء. أنا نتمنى لها برشا توفيق وبرشا حظ، ومرحبا بكم مرة. مرحبا بكم انت معانا، ومرحبا بالمشاهدين اللي قاعدين يتابعوا فينا توا على قناة الجنوبية. باش نبدا والله باش تمهمش ظهرنا اليوم ما شاء الله. خذ راحتك. انا باش نتمهمش بوزيتيفمون معناتها محذية رياض ومحسن. مادام انتم معايا جوز نبداو بالعمل المشترك اللي جمع بيناتكم. لو كان تحكيوا لنا عليه، نبدا بك انت محسن. والله مش عمل بركه، هو اعمال معناتها الحكايه قديمه برشا، يمكن ترجع قريب 20 سنه. اخر عمل كبر فينا يا كبر. انا نسمع مثل سوم اكثر من هكا. هو باهي معاك جلديه. هو واحد يقول لك قديم ومسيرش. عندنا مثل حلو يقول قديم ومسيرش. ما تقدم ومسيرش يعني ما يعني لا باس يتعدى. ليلى ما شاء الله شباب عايشك. حكاية قديمة وثالث الأعمال يعني، وكان كل مرة واحد يلقى عمل خاطر هي ولات حكاية راحة وانطونت وعشرة وكل شيء، فتواصلت ومحلاها. انطلقنا من مسرحية مدام جميلة، أخرجها كتبها المرحوم منصف قرط، وأخرجها الممثل أحمد السنوسي ربي زاد يشفيه. أحمد السنوسي واللي عمل الإخراج، ومن بعد توالت سوايع زايدة معنا نور الدين بن عياد، المسرحية ريحة البلاد، من بعد عملنا مسرحية مخ الهدرة إلى آخره. معناها باش نحكيو على مخ الهدرة هذا اللي حبيت نوصل، خاطر لقات الحمد لله نجاح والعباد حبتكم في العمل هذا. مخ الهدرة، شكون الفكرة هذه اللي جاتو، وإلا شكون اللي في العمل هذه زيد أفكار من عنده؟ والله مخ الهدرة أنا الفكرة كي جاتني متاع الشخصيات ومتاع الفرقة الفنون الشعبية هذه اللي باش نلقاوهم باش يمشيوا، لأن هي ما قبل الثورة وكنا احنا بالإيحاء مسينا حاجات اللي معناها حطينا يدينا بقراءة أخرى وبطريقة أخرى اللي شفناها توا. معناها مش نتنبو ماك تعرف الفنان يبدأ يحس أشياء يقراها بطريقته. فوقتها أنا اقترحت الفكرة على لطفي العماري، الصحفي لطفي العماري، كتبها لطفي العماري كتابة جيدة،
وما كناش نتصوروها انها باش تنجح، ومحسن قام فيها بدور معناها حلو برشا وسمباتيك، ولذا القروي والمجموعه الكل فهمني. خلانا عملنا الجزء الثاني مخ الهدره في نيويورك. في نيويورك التونسي هذايا المخ الهدره نتاع تونسي في نيويورك، ولا باش يجيبونا امريكي باش يجيبوا هذه الفرقه هذه باش تمشي تشارك في مهرجان في نيويورك. اللقاء هذا الغرض منه حوار الحضارات ولقاء الثقافات الأخرى، وفجأة هما يحلموا راف انهم تصوروا روحهم في نيويورك. فكيفاش نظرة الغرب ليهم، نظرة كيفاش هما، وهذه ما قبل الثورة اللي عملناها العرب، كيفاش معناها فك التخاذل متاعهم وفك الأزمة متاعهم، كيفاش معناها باش يكونوا. وصارت عملية تعرية للوضع العربي انطلاقا من تونس معناها فهمتني. وكانت هذه المسرحيه كانت ناجحه. باش نسالك مازلنا في مخ الهدره، ثم موضوع مهم. كيفاش قبل الثوره الفنان مسكين بالحق عنده دور صعيب، لازم يحكي على الواقع، يمس الواقع، يجبدك المشاكل بطريقه بكلام بالترميز معناتها بالاشارات باش ما تعملش مشكل، لانه ثم خطوط حمراء كثيره كانت توضع قدامكم. كيفاش نجمتوا تتوافقوا تتفهموا بينات بعضكم اللي نحبوا نوصلوا الفكره ديك زعما كيفاش نعملوا باش السلطه ما تمنعهاش وباش نوصلوا للناس؟ الحكايه اللي تحكي فيها تبدا من البرايف، لانه نحن كانت قبل الحمد لله توت نحات كان العمل ما يتعدى يوصل للجمهور الا ما تكون ثم لجنه هي اللي تعطيك تاشيره، منها من الداخليه ومنها من وزاره الثقافه. فكنا نحن نعرفوا بالتجربه، يعني واحد ما ينجمش يكون تخلق طول يعرف انه سنسور بالتجربه من عمل 2 3 واحد ثم شويه اكسبيريونس، ولا واحد يعرف انه الكلمه تعدى وانه اللي ما تعداش، ولا واحد تلعبوا على الكلمات، يعمل لوتو سنسور رقابه ذاتيه، رقابه ذاتيه واحد ولا يعملها وحده. على ذكر كلام محسن انك توصل مثلا انا ولمين مره نعملوا في سي زهواني للقناه السبعه سابقا والوطنيه تو، مثلا انا ولمين بدينا نغنوا سير 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 الازرق سير، لا قال لك نحي الازرق لجنه مراد قال لك الازرق حتى علون لا اسم السيد الرئيس المخلوع في بالي هذاك هو كان اسمه الازرق قبل فقال لك نحي الازرق اللجنه، واحنا غنوا في غنايه بالطبيعه. معتمد حتى اللون انتم حبيتوا ترمزوا بيه قويين ياسر، قويين هو ربي راهو شيء غريب. والصبغه نجبدوا في قلب حديث، لا نحي الصبغه حتى في موضوع اطار اخر تحكي على الصبغه، مثلا نحكي على مع ممثله شنو الصبغه ذي باهي نتاع لا اختنا من الصبغه اي لا فريمون حاطينهم مراقبه شيء دوخوا معناها. على ذكر قلت الله يعطيكم الصحه، موهوبين حتى انتم تبارك الله عليكم تعرفوا هيك وتعلمنا ولينا نعرفوا وقتاش نعدي وقت نسلك امورنا معاهم في اللجنه واحد ونرضيهم ماي في الامان، ناخذ تاشيرتنا بعد نطلعوا نقولوا حاجات، ساعات تحس فما مشكله، ساعات احنا ولا واحد يدوزي يعرف والله مره اللجنه في مسرحيه مخ الهضره هذه جاوني اللجنه، خاطر احنا تعرف اللجنه كيفاش كانت تصير تعمل مسرحيه يجوك المسرحيين اللي هما مش مهم ارائهم، لأنهم هم المسرحيين آرائهم فنيا معناها على مستوى الإضاءة ولا على مستوى الديكور ولا على مستوى النص، باش يقول لك راهو ناقصة هذه ولا مش ناقصة. مثلا الحاجة في مسرحية مخ الهضرة نعدوا في اللجنة، من بعد كملنا المسرحية كما قلت لك عادة المسرحيين اللي يحطوهم في اللجنة من أجل الضوء ولا حاجة أخرى ولا النص ولا حاجة يقول لك هذه ناقصة ولا حاجة، هما ما يهمهمش في الحكاية ذيك، ما يهمهمش في الذوق وفي الإبداع، ما يهمهمش إنه لازم يكون الضوء باهي ولازم يكون الديكور باهي والكوستيم باهي والنص باهي والإخراج باهي، هذا ما يهمهمش. اللي يهمهم اللي يجي من اللجنة من وزارة الداخلية اللي هو سانسير، اللي هو ما عندكم بوليس سياسي قبل كان في اللجنة يحضر. انا نذكرها مثلا حاجات يقول لك مثلا مخ الهضره في نيويورك، نحكي انا مثلا بالحلم هو انهم كما قلت لك حلموا انهم مشاو لامريكا، حلموا انهم قابلوا وقتها كونداليزا رايس وقتها هي وزيره الخارجيه، حلموا انهم يكلموا في بوش، يجينا نتاع اللجنه نتاع الداخليه بربي قال لك اختنا من كونداليزا رايس واختنا من بانكيمون واختنا من الاخر، هما ماك تعرف لهنا ضياف عنا وسفاراتهم واحد وتو توصل لهمش الحاجه معناها فريمون وتو تبدلش يمكن انت كانت عداها في امريكا ما يتقلقوش انت تو يعملوا هما دي كاريكاتير على الواحد حتى احنا تو بعد الثوره كاريكاتير نحكوا احنا كيفاش كان الفنان يعاني. نرجع لسؤالك الاولاني كيفاش الفنان كان يعاني من السنسور وتو ما عادش فما معاناه
نوع اخر تو نوع اخر رايك كيفاش؟ معاناه نحن والحمد لله نقولها. عروضنا تعدت لاباس والحمد لله. الغدوه هكاكا ما نعرفش الصدفه ما نعرفش، اما فما ناس تعاني لان الببليك ما عادش ينجم يكمل العرض، فما ناس تشوش، فما مشاكل اخرى نحكوا في الانفلات الامني ولا ده معناتها ولات مشاكل من نوع اخر. هذا علاش معناتها فهمت ما عادش هذه اش تقول لانك انت الساعه تو مسؤول على روحك، انت ممثل ديكلاري معروف تنجم تقول حاجه تمس بها حد ولا واحد نجم يشكي بيك تحمل مسؤوليتك. اما ذي باش نجي نعسولك في كلمه ولا وقصول ما عادش يعرض ذي مع الناس كل تعرض واحد وكل واحد ثم هي حريه. مسؤول. لكن اللي قصدت به رياض لازم الرقابه الذاتيه تو يظهر لي تكون موجوده اكثر من قبل، خاطر كي يعطيك حريه لازم انت تو تعرف كيفاش تتصرف فيها، خاصه في وضع حساس توا كيما اللي فيه توا البلاد. اذا باش نجبدوا توجهات دينيه بين ظفرين والا الاحزاب امور سياسيه، احنا يلزمنا ناخذوا العبره من الشعوب اللي سبقتنا في ثوراتهم في الديمقراطيه وفي الديمقراطيه وفي نجاحهم وفي الواحد، فناخذوا العبره. بالطبيعه كل بلاد عندها طقوسها وعندها دينها وعندها شكلها في الحياه وعندها لكن هذا انا نتصور كل واحد مسؤول في حاجه على تقديم انا مع ضد السنسور ضد الواحد مع كل الالوان. احنا تونس لازم تكون مزيك معناها، وهي تونس ما يلزمها تكون كان هكاك. بالطبيعه انت اذا في عمل باش تتعدى على اخلاقيات انا انت قتلتوا الشعب ومرحمتم انا انتم يا ما شريك معاه مش على روح لا ارتحنا ما كني هكا وعامل روحه هو الكل لا فمعناها واضحه الحكايه. معناها كل انسان في عمل نتاعو ثم اخلاقيات المهنه نتاعك انت تحترمها سواء في الدين ولا في الحاجات معناها ولا في الاشخاص. معناها ما تمسش من اعراض الاشخاص. معناها انك باش ننقد شخص معين وزير ولا اللي هو كذا من غير ما نمسش من غير ما ندخلوا في اعراضه من غير ما ندخلوا في كذا. مش انا ننقد طريقته في العمل طريقته في كذا كي يخطئ او يصيب أو لانه الفنان هو ما عندوش الحل بريتو. انا مانيش سياسي. هو داير الفرق بين الممثل والسياسي هما الزوز يمثلوا، اما الممثل يقول راني نمثل، السياسي ما يقولش راني نمثل. سياسي الكل ممثلين نقولوا لهم الكل معناتها من انتم اي ممثلين. نرجع بعد باش نحكيو على الاعمال فقط باش نوقفوا بنغم ترتيحه شويه ريلاكس باش نحكيو من بعد على الاعمال نتاعكم. نبداو بالواحد وش ساعات مع بعضكم الزوز. مرحبا بكم. هيا مشينا لما راس مردوني لا تبدل شوي باهي علاش واحد ستيبي مثلا سي بيان ما كنت تقول عليه
ابو قلبي. رجعنا معاكم نشط. رجعنا معكم مرة أخرى. أما اليوم شفنا رياض الطبال ومحسن الزكار، ثنائي رائع. ولو في الدنيا ما نطبلش وما بندرش. الطبلة الأخرى ما طبلتش قبل رياض. أنا نحب نعمل مسرحية اسمها قلبان الفيستا على الناس اللي طلبت الفيستا دوخوني كيفاش كانوا وكيفاش رجعوا. سبحان الله. يمكن نعمل مسرحية جاية اسمها قلبان فيستا. هاوكا للي يحب العمل هذا يكون متواجد معاه يحضر له نصبين قلبين فيستا. واحد يفهم برشا في الناس اللي يقلبوا الفيستا نظن ينجح العمل. توا نعمل عليكم قرعه ولا كيفاش باش نبداو باللي نتنرفز برشا. نبداو بيه يصير قلبك كبير ولا يا نعرف قلبك ما احسن. مين سرحت هكاك مع اسماعيل حتى. نبداو بالعمل نتاعك محسن بولعريس. نمشيو لسنين دايمه. اي حسن اي عمل نجح كنت حاضر بيه وسكتشات كانت حلوه وحبوك فيها التوانسه. والله ذكرتني بريود حلوه معنا سي زبير لقاني. اي نحب نحييه برشا. نبعثوا له تحيه. وي صديقي وكان عنده فضل الحق. واحد يقول حقيقه انه كان مش انا بركه والله في فتره كان معناتها برشا اعطاه فرصه لبرشا ممثلين ممكن كانوا مش معروفين. وسنوات على الحكايه عملنا يمكن 3 سيزون نذكر في رمضان وكانت ناجحه برشا. كانوا حتى في استاد يغنيوا في جينيري. كنت تفكر نخرج في رمضان بعد شقل فتره تبدا تسمع في الديار الكل كيفاش كاشي كاشو سنين دايمه وكجو هذاك. وكانت برشا عملت في برشا اعمال مع زبير لقاني سنين دايمه كاشي كاشو فوازير كذلك. عملنا قيوة عربي عملنا شيش بيش. فما واحده هكا فيها زاده كيما جار اتجاه المعاكس. وقتها كانت اسمها شيش بيش. حاجات هكا نفكر معناتها برشا معناتها بقينا نتعاملوا مع بعضنا معناتها سنوات. تلقى روحك اكثر في السكتشات والا في التمثيل؟ نجموا نراوك في دور درامي والله شوف هو لو صعيبه شويه. لا مش صعيبه لا ما انا نقول الممثلين التراجيك برشا ناقص. هما نزيدوا لهم نحي واحد من هما الممثلين الكوميديين. قايد باش توانسه يضحكوا يتفرجوا. الكوميديين يتعدوا على السوابع نتاع نجار مش حتى سوابع عادي خاطر سوابع النجار ديما ناقصين. ولا انه كثرهم بعد الثوره محسن. شنو الكوميديين ما نحكيش الكوميديين اللي تكونوا تكوين اكاديمي لكن الهواة تلفز كثرت ولاو موجودين برشا وثم منهم لقاو النجاح. ما تخافوش مثلا كأنتم مش قدام معناتها كبار في العمر. استنى نقول لك عندكم تاريخ قديم. اي عندكم تاريخ حافل معناتها سكتشات ومعروفين وحبتكم الناس. ما تخافوش من الجيل هذا اللي طلع جديد وبدا يلقى نجاح. وقت كي تعطات له الفرصه اثبت جدارته. والا تنجموا تلقاو صيغه تتعاونوا مع بعضكم ثم حسد ما بيناتكم. هو شوف هو الكوميدي يا عندك يا ما عندكش. ما فيهاش هذه باش تولي كوميدي ولا باش تكون تقرا مسرح ولا تدخل في فرق ولا واحد باش تولي كوميدي. الكوميديا هي لازم عندك الاستعداد الاولي اللي عطيه لك ربي بالفطره. الاستعداد هذاك الجسدي الكل معناه. اذا ما عندكش الاستعداد هذاك مهما تكون معناه تقراش في السربان تياتر وما نعرفش شنو ما يتعداش الشيء خاطر يا يتعدى يا ما يتعداش. فبالعكس هو الكوميدي ديما عمره متواصل معناها. ديما ما نجمش تقول شارلي شابلن وفيه التو نعيشوا بشارلي شابلن نتفرجوا في شارلي شابلن التو نحبوا لويت فناس التو ناخذوا افلام ونتفرجوا فيها فرنانديل الواحد عادل امام في مصر لامين النادي عبد السلام البش في تونس عندنا ناس قدام. فالكوميديين الجايين واللي هما مع كل الأسف مازالوا ما همش برشا توا في تونس. هما باش يكونوا امتداد للكوميديين الاخرانيين ويكملوا بعضهم. انا كرا توا ما نعرفش الهنيدي يجيب سعيد صالح في فيلم معاه باش يكون معاه امتداد معناها لبعضهم. توا المشكله ان الكوميديين قبل كانوا صادقين في طرحهم للحكايه. توا ولو يفكروا والضحك ما يحبش برشا التفكير لانه تفقد التلقائيه. الارتجال اللي يجي والارتجال والتلقائيه لانك تجيب فكره تثقفها ياسر ولا تسيسها ياسر ولا تحب تقرا بها قراءات اخرى تولي متكلف فتولي خليها شارلي شابلن وقت تجي انت باش يدشن في فيلم ستاتيو ويعمل هكا عليها الحاف
ويلقاو ستاتيو عامله يدها هكا وشارلي شابلن راقد فيها وجايين مسؤولين ووزراء باش يدشنوا ستاتيو، تلقى شارلي شابلن راقد في ستاتيو ديجا انت اول رياكسيون تضحك، لكن فيها قراءه برشا. معناها الراجل ما عندوش وين يسكن ونبات وانتم تدشنوا في الاستاتيو واحد كذا، ما يلزموش يقول لك معناها يحب يدمغجها الحكايه. لا، شارلي شابلن يعطيك التلقائيه، خاطر هو ذا السهل الممتنع على الكوميديا، لانك سي ديفيسيل داتر سامبل، صعيب باش تكون سامبل وسهل باش تكون الحكايه معناها الدمغجه. بالكش هذه حاجه جديده، يحبوا يطوروا، يحبوا يلقاو نهج اخر للكوميديا، ويقعد هو الجمهور التونسي اللي يحكم. وهذا الشيء ما تعداش هو توا معناها فهمت، تحسن وما تعداش. بالعكس انت شوف اي حاجه تنجح كوميدي وقت اللي يكون مثلا ناخذ وقت اللي نجحت مثلا شخصيات معينه في شوف لي حال، لانهم كانوا تلقائيين. نحكوا على الشيء اللي نجح اخر السنوات، وقت اللي نشوفوا مثلا سيدتي العزيزه، وقت اللي نجح خالد بوزيد في الدور الفالح، لانه كان تلقائي وسامبل وما دمغش الحكايه. مثلا تقول اللي احنا خدينا استلهمنا برشا من الثوره التونسيه، والثوره قعدنا نحكيو حاجه برك على الثوره. راهو احنا ككوميديين ولا اي واحد ولا راي تو المساله، انت سالت سؤال بكري انا باش نجاوبك عليه. سؤال الثوره اش تنجم تو مع الحريه ذي، سالت سؤال مهم ياسر وانا نحب نجاوب. سالت انت قلت الثوره هذه مع الحريه هذه ومع انه ما ثمش سونسور ومع انه ما ثم شيء، اش تنجم تقول توا الحكايه صعيبه باش تقول. علاش؟ لان الثوره ما خلت لك ما تقول، لانك مهما باش تقول ماكش باش تقول كي الثوره، معناها على مستوى الضحك ولا على مستوى لي كاريكاتور اللي خرجت في التعليقات ولا الشيء اللي خرج في الشارع ولا الشيء اللي تكتب في الحيوط ولا الشيء اللي تعمل في الفيسبوك الواحد. انت توا مهمتك ككوميدي صعيبه، ايش تنجم تقول بعد القلته الثوره ما قالته؟ تو مهمتك صعيبه، فلازم تكون عندك تعمل انا نتصور ركيول باش تخمم كيفاش انت معناتها تقول كانه هذاك التسونامي اللي جاي وانتم لازمكم تفهموا شنو صار اكزاكتومون باش تنجموا تواكبوا. باش نسالك انت محسن، صارت ثوره سياسيه في تونس، وقتاش بتصير ثوره ثقافيه؟ وقتاش نلقاو المسرح التونسي العباد ترجع له برشا؟ المسرح ما عادش معبي وعلى حتى تصير في اعمال، بعض الاعمال تخرج تنجح بالكدا فتره. المسرح الكوميدي ديما عنده جمهور احنا العروض اللي عملناها كلها كومبلي. احنا نعرضوا، سامحني محسن ليش نحكي عليهم؟ احنا نعرضوا في فيفري اسم الثقافه الكل. احنا نعرضوا في فيفري، معناها الثوره صارت جانفي، احنا بدينا نعرضوا في فيفري، معناها لا بوليسيه في الواحد، انفلات امني كذا، معناها في طنبوكه 2011. ومع ذاك العباد تجي كومبلي وعائلات وتروح وتقص. اذا عندنا هالكومبلي هذا باش نجموا نحافظوا عليه، يكون امتداد، خاطر الثوره التونسيه في بالي مش باش تنسى، باش تقعد في تاريخ العالم ككل، لكن عامين ثلاثه اخرين كل ايد باش تشد اختها والعباد باش تلهي تخدم اللي عندهم. لازمنا نكملوا الامتداد هذاك الكل باش ما تصيرش ترجع قطيعه. شنو الاستيوس النصيحه اللي تنجموا انتم من خلالكم انتم ككوميديين وممثلين تعطيوها حتى لزملائكم كمخرجين؟ القطاع الثقافي ككل هذا نحب نحكي عليه. ثوره ثقافيه بالحق تصير. اقول لك حاجه، الثقافه والمسرح ما عندوش دخل لا قبل الثوره ولا بعد الثوره. انا احب نقول حاجه، لو كل شيء ولا وتعرف شنو ولا واحد عباره يقول لك انا داري شكون هذا الدكتاتور اللي قاعد يحكم، واحد يولي في داره قاعد يقول لك البيت هذه بنيتها بعد الثوره، انا وليت قاعد فيها كنت غادي قبل الثوره. كل شيء يحطوا فيه ثوره. الفن ضامر قبل الثوره ولا بعد الثوره، واللي يخدم صادق قبل الثوره ولا بعد الثوره، والناس تجي. ففما عباد في وقت ما يمكن ما نقولش ميع وانا ولا نقول حتى ستيل معين نتاع مسرح ممكن الناس ما قبلتوش، خاطر فيه هكا شويه ماهوش نتاع، ما حسوهوش، ما نعرفش، هرب شويه. مش على الناس الكل نتكلم، ثم بار معين نتاع مسرحيين هربت عليهم بيبليك لانه ممكن هما بعدوا عن الناس وما عرفوش كيفاش يقربوا لهم. لكن كل واحد توا كما قال لك رياض يعمل يخمم، يقولش يحب الناس، تحب الناس. اخي انت شكون تعمل فيه المسرح؟ بلاش بيبليك ما تعمل حتى شيء، تعمل فيه روحك، تعرف الناس ايش تحب وتكون صادق معاهم. ترجع الناس للمسرح، لانه الناس تحب المسرح. اكيد هذا قلت جربناها في بريود الثوره قبل من بعد ما عندناش حتى مشكله. وحتى الشعوب اللي جاتها فتره الديمقراطيه يقول لك تحب تقيس المقياس نجاح الديمقراطيه في بلد معين، شوف المسرح نتاعه. مش الثوره هي اللي خلقت كوميديين. راي الكوميدي هو عندك ولا ما عندكش من الاول، معناها مش الثوره باش ترد منك انت ضامر ولا باش ترد منك كذا. فانت لهنا دورك انك تستغل انك الثوره ايش تحب تقول، لازمك تعبر على
ماش تحب تقول الثوره والعباد اش تحب تقول. خلينا نحكي ونكملوا على التجربه نتاعك السينمائيه من بعد. لازمنا احنا تفجعنا. ومحسن ما فهمتش اش عملت فيه وين تسرح وين تبيت هذيا خليتك تخمم برشا حاجات. نقعدوا على النغم هذا من بعد مواصلين.
يا ملاوين السرقة يا ملاوين السرقة يا ملاوين السرقة كل وقت اشيل ملقى وردة على خدودك كسوة مودية عودك وردة على خدودك كسوة مودية عودك وردة على خدودك كسوة مودية عودك عطا الروف بجودك اخفيلي هالحرقة يا ملاوين السرقة يا ملاوين السرقة يا ملاوين السرقة كل وقت اشيل ملقى يا ملاوين السرقة يا ملاوين السرقة يا ملاوين السرقة كل وقت اشيل ملقى مريبك ضره للجي نرجعوا من جديد. يقوى عليكم ربي قيمتني نشطح بارك الله عليك. باش نكلم مو بمشي كيك ما نعرفش نشطح. سامحوني كان لا ناس شفتوا قبل يشحوا في العروسات وقتها في ملاك ولا حاجه باش تجي مكتوبه. ما تجي مكتوب عاد في برنامج جمله تجي كتيب على البرنامج مكاتب. يعطيكم الصحة نفرح بكم بعد. استدعانا في لوتية لا حكينا بكري على السينما وقصينا. اي باش نكملوا نحكيو على السينما. والله انا نحب نقول حاجه تو على السينما احنا نحكيو بكل صدق. انا اكثر انسان ماذا بيا برشا افلام وبرشا سينما لاني ممثل باش نلقاو نخدم افلام. احنا ديجا عندنا لمين نادي من اكبر نجم في البلاد عامل زوز افلام فرده وقات اخته والعرب. معناها عيب معناها في قيمه لمين نادي عامل زوز افلام ولا هالسينما هذه اللي نحكيو عليها. انا بصراحه السينما تتخسر عليها مليار و800 مليون دعمه من اموال عموميه فلوس الشعب. جدي بيان بالله يصوروني للزوز مش كان كذا. هذه اموال شعب. انت عندك الفلوس وانا عندي الشعب. اموال شعب اموال عموميه تتعطى الافلام. والله كي تتعطى الافلام والافلام هذيك تكون في المستوى وتدخل مداخيل كبيره وتحرك الدولاب وتروح لنا بجوائز كبيره من برا. تاعنا في مهرجان كان حتى فيلم خارج المسابقه ما يتقبلش. مش حتى في المسابقه خارج اور كومبيتيسيون ما يتقبلش نظرا لرداءة الفيلم تقنيا وما نعرفش نية وفنين فضيحه. خاصة كي يقول لك صرف عليه برشا فلوس. فوالا الفلوس هذه فلوس كلها اموال عموميه فلوس شعب. بالحق هالافلام هذه قاعده تتعمل وما ثمش نتيجه. فيلم يتعمل مليار ومليار ونص من الكاسه نتاع الدوله اللي هي وزاره الثقافه وتجي 4 من الناس وما يعرضوش والفيلم لا علاقه بحاجيات الجمهور ولا الجمهور ايش يحب. فانا نقول مثلا يا سيد المرزوقي كرئيس دولة وسيد الجبالي كرئيس حكومة وسيد وزير الثقافة هالفلوس هذه المليارات هالدعم اللي تعطوا فيها هالأفلام هذه يا خويا هو مو شركة بريفي يدبر سبونسورات وينتج الفيلم على روحه وهوك الجمهور. نعرف هكا كما في مصر كما في حاجة. والفلوس عاد هذه يمشوا عملوا بها مستوصفات في المعتمديات في الشمال الغربي ويشروا بها دواء وعطوهم لجماعة الثورة المرحومين اللي جابوا لنا هالثورة هذه خاطر هذه فلوس قاعدة ماشية في الهواء. تجي انت تدعم لي 40 فيلم ما نعرفش قداش فلوس من مليار ومن بعد ما ثمنش النتيجة عاد انا نعمل بهم مسرح خير ولا مسرح ما نعرفش قداش المسرحية تدعم. انا مسرح اخوي نعرف انا شركة بريفي ننتج روحي وانا عندي جيشي وخاطر عودوهم بقصعة متاع كسكسي ولا خبزة جاتو ياكلوا منها. ما عادش هو يهمه في قيمة العمل وشنية. خويا انت ماكش شركة ماكش فرقة تابعة للدولة. انت شركة بريفي كسر مخك دبر اعمل جمهور خلي يجي خلي يقص دبر سبونسور هذه. وانا نجم كوزارة الثقافة كي يعجبني عرض ولا حاجة نشري عليه كمان باش نفرق الفلوس هذه عاد نعملها في مكان هكا علاش هكا واضح علاش هكا والله وهكا علاش هكا كيف
هذه الأمنية مش كان رياض ولا محسن، الممثلين الكل وحتى الشعب التونسي عنده حق في الاختيارات هذه، خاطرهم بعد باش يتفرج، والأموال هذه الكل ماشية من جيبه هو. إن شاء الله وزارة الثقافة تاخذ الموضوع هذا بعين الاعتبار. نتعدى فيسع خاطر خذينا الوقت للأسف. باش نمشي محسن، ظلمني محسن سكتني برشا، وقال لك وليدنا نشطح وانت ما يسالش نقسموا الادوار. باهي محسن، نمشيو لفقرة أخرى، فقرة يوميات فنان. معناتها انساني محسن بولعريس اللي في التورناج واللي على المسرح واللي يمثل. باش نحكيو على حياتك العاديه. معرس ولا مش معرس؟ معرس وعندي وليد، ربي يفضلهولك. عايشك. كيفاش تبدا نهارك محسن؟ نبدا نهار كيفاش وقت نقوم. نعرف وقت اللي تقوم، حكينا حاجاتك كيفاش الحياه الفنان ولا الممثل تلقاها بعيده على حياه انسان عادي، ولا كيف انت تعيش. ما يصيرش ناخذ عليك نقول لك محسن ايش يعمل. دقيقه برك، لا دقيقه برك. محسن بولعريس كيفاش يقوم النهار؟ معناها كيما الفنانين الممثلين في تونس الكل، عنده الصباح يصور مسلسل، ومن نص النهار للاربعه عنده فيلم، ومن الاربعه للسته عنده سيت كوم اخر، وفي الليل عنده كل ليله على طول العام عرض مسرحي. مسكين ما عندوش، ما يلقاش الوقت. معناها انا ما جيت الاستوديو ياكل بالسيف الشرق. تعرف شنو فرحات الجويني مسكين بولعريس قعد تر من قبل ما قعد شهر باش القافيه مني مازال يخمم فرحات في القناه. هذه حاله الممثل التونسي. الممثل التونسي بصفه عامه مسكين ما عندوش وقت باش يجي. معناها توا ريت نخرجوا من هنا طول يستنوا فينا تورناج، طول يستنى فينا الحكم، الشرطه تستنى فينا اخويا. والله عملتي التشاؤم هذا الكل. ميساج ان شاء الله نهار من النهارات. علاش ليه قعدونا شدونا ضحوا معانا نهار للي ولينا ضحيه ولا عمر مشى. يظهر لي واحد مشى يخلط على دور الجد. انا بديت نبرف عليه دور الشباب. انا عملت مجلس الشيوخ، دور الكهل ما عملناش. تفيدلك بالشيوخ. انا عملت مجلس الشيوخ ديجا نبرف على الكبر. ولا بولعريس يظهر لي بعد عمر طويل ثم دور في الزلاس. هاي عساس بعد عمر طويل بعد ما تدور عساس جبانه. ياسر عملت فيه اليوم. مالك عمل فيك. هو ممثل بصفه عامه. بصفه عامه هو يراه في روحه في الحكايه. يا ناري هو كما جاش الناس تحب تضحك تقوم نندب تو تحب مش مالي نندب. يا دي نقص يا شيء. قال لك قدام المزرعه البلدي، قدام مزرعه بلدي مش يعملوا كراسي غادي، واللي يحب يجي يعزي المسرح هاكو قدام مزرعه بلدي اللي باش يعملوا كراسي، اللي يحب يجي يعزي المسرح هكذا. والفرق ثم الفرق وثم الاربعينيه زاد. كيما صار دنيرمون محسن لا عباس يقراو كراسي خويا بركه فينا. هذا هو المسرح وهذا هو هذا المسرح والسينما. لا من نادي عنده زوز افلام عاد علاش نتغشى؟ ما عادش نتغشى. كان لمين ولا من نادي عاملين له لجنه تصور 40 سنه مسرح والسينما وعنده قاعده شعبيه عاملين له لجنه باش نجربوها. ان شاء الله حتى من شعلنا احنا الجاي ديما خير باهي للجيل الاخرى. الواحد يخلي تو هاي في وجود. والله نفرح ولات كي تحل قناه خاصه. علاش؟ لانه القناة الخاصة ديما ما عندهاش السيستم الإداري، السيستم الواحد اللي يختار. معناها فمسؤول يجي تنجم أنت ما جيتش على مضغط المسؤول هذاك يحرمك من الجمهور يحبك. لا ورياض واللي لاحظناه حاجة بصراحة نقولها أنا من اللي يجينا تو خلينا أغصد تو الأخت جون الشباب التقنيين كلهم اغزوا شباب. كلنا احنا 90% انا بالحق ما حسيت روحي انا معناتها كأنه جاي من دار العجز انا وريال كلها شبيبه مصلي على ما شاء الله عليكم شباب بالمخرج بالكل واحد حتى فرحات زاد فرق صغار شويه صغار هو وزبير لقان يا سي فرحات فهمني الحق هذا ما تلقاهوش خويا ما تلقاهوش ثم مخرجين كما قال ثم مخرج خرج رترت مرتين هو الحاج سليمان معناتها راجل ولا 120 سنه عمره وينه المخرجين الاخرين ما ثماش التكنيك اللي يعرفه هو ما قرا حد يعني غريبه راهو لا وقتاش باش يعطيو فرصه تو مثلا علاش وقتاش باش يعطيو فرصه للمخرجين اللي جان مو يلزموا يعمل حاجه متوسطه وحاجه كذا وحاجه كذا باش من بعد تولي تعول عليه باش اخي انت تو حتى كان الجون رياض سامحني كي يخطئ حتى العباد يشوفوا اخطا ما يصيرش يعدي يقول لك عنده الحق تعرف الفضيحه صايره في التلفزه شنيا يجي المخرج عمره تو 50 سنه يقولوا هاو تو شجعنا الشباب فرج سلامه عمناول خذا وين خذا مسلسل فوق 50 سنه كان نعيم بالرحومه فوق وزاد في
50 سنه قال لك هاو تو شجعنا الشباب معناها مخلينهم 30 سنه راقدين وتوا قال لك امبرزيب تشوف في مصر عمره 35 سنه عامل 40 26 سنه يا خويا. قداش مسلسل مروان حامد ولد وحيد حامد يديريجي في عادل امام وهو عمره 26 سنه ولده رامي امام واحنا تبارك الله قداش من مخرج عنا وروح اخرى وتصاور اخرين وفكره اخرى السينما المصريه في الدراما المصريه وسوريا تلقى الشباب هذا مش حتى في كل عمل جديد هذا مش معناه باش ما اقلش من زوز شباب مش معناه باش نلغيه والاخرين راهو حد ما يلغي حد لكن يلزم ثم عمليه تواصل ما بين الجيل القديم والجيل الجديد هذا هو معناه هذا ان شاء الله نخرج ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نتعطيكم سؤال اخر ليكم انتم زوز نبدا بك انت محسن شنو العمل المسرحيه اللي تمنيت لو تكون متاعك انت وبالحق احست حتى نقولوا الحظ الايجابي للزميل متاعك تو ثم حظ ايجابي زعما تيلي مو ليلي التعبير المجازي كيفاش مثلا اتنقول لك فهمتك يعني مثلا انا نحب نعمل انا انيماتريس جورناليست نحب نوصل لمستوى معين من الحرفيه ثم زميلتي ناجحه مش نحسدها ممكن تكون يا ربي لو كان نكون كيفها ومحليه العمل هذاك لو كان جا عندي انا ربما نقدم فيه خير والله شوف مش برشا سيرتو في المسرح لطفتها شوي في المسرح مش برشا باش نكونوا واقعيين واحد ما عندناش مسرحيات كبيره لا ما تمنيتهمش انا نخدمهم يعني لا وانا ما نشبه لحد معناتها حتى كان واحد بالحق انا شيء يعملوا فيه غيري ما نجمش نعمله كل حد عنده ستيل معين نتاعو نحتفظ ثم مسرحيه نقول تمنيت راني انا خدمتها ما نعرفش نعمل خير هي تعملت بالكدا فهمني وين ما نشوف منهم من تاع من نهدي انا تمنيت انه قلت كان جات انا ما خدمتش وين ما نشوف قلت كان جيت خدمتها ما نجمش انا مش نكون نعمل خير من نهدي حاشا ما تلقى روحك فيها ولكن انا بدي انا نتمتع وكل شيء وبالرغم راهو فما كما قلت لك راهو الالوان ياسر والمسارح برشا ما نجمش نكون كل واحد ربي يعين وراه واسمع عندك نفس الاجابه انت كان مش ما عندكش اجابه ولا اجابه دبلوماسيه خلينا نتعدوا السؤال لا ما ثبتش دبلوماسيه انا اكثر واحد ما عنديش دبلوماسيه انا قبل الثوره نتعدى في ليزيميسيون في التلفزه وصلت اعمل مشاكل ننقد المخرجين وننقد التلفزه وننقد انا محمد ادريس المسرح الوطني كنت ننقد فيه انا الوحيد ويقولوا لي كيفاش مدير المسرح الوطني وكذا لا كنت نتكلم الحقيقه وهاو كان هما بعد الثوره واللي ينقدوا في محمد ادريس لانه هذا مسرح وطني ثروه وطنيه يلزم تتعدى فيها الانماط والاشكال الكل قلنا مسرح وطني هو الدولة هو الوطن الكل يتعدى فيه كان دريس ونوع مسرح دريس هذا الشيء قلته أنا قبل وتعدت لي زيميسيون وقلت شيء ذا وخلقوا لي معناه نوع نتاع أدوات نتاع كذا لكن كنت نقول فما بالك تو أنا بالعكس تو ما عادش نحب نتكلم أنا شنو المسرحية قبل أنا شوف أنا معاك المسرح في تونس ثم الحمد لله برشا مسرحيات ناجحة وبرشا الناس عملت مسرحيات ناجحة أنا نتمنى ديما نخدم الحاجة اللي نحسها أنا خاطر ما تنجمش تخدم حاجة متاع حد آخر لأنه هو وقتها إحساسه لأنك أنت ما تنجمش تخدم حاجة بروح واحد آخر لأنه هو سورتو يبدأ نجح فيها مهما تكون قوتك كممثل احنا ما نحكيش على الاشخاص نحكيو على العمل المسرحي اللي انت حتى كي تضيف عليه الروح نتاع رياض النادي تطلع ناجحه مثلا ترى والله لا لانه انا نحس كانه ما عادش ولدي معناها العمل هذاك كي يخدموا حد اخر حتى ولو باين نحسه ما عادش ولدي معناها نحبه وكاهو كعمل باهي واضح سؤال الموالي لشكون تقول ديجاج من الساحه الثقافيه المسرحيه السينمائيه اللي تحب تسميها تختار واحده منهم ولا انه الثقافيه تلمهم الكل هي والله كان واحد تو نفصلوها تو برشا هما برشا وان شاء الله انا اش نقول انا نقول خلي الوقت خاطر بالحق حبت الناس ديجاجيهم خرجوا من الباب دخلوا من الشباك حكايه فارغه ان شاء الله الوقت فهمت يحشموش على رواحهم لانهم هما رقع وماهاش ما فهمتش ما يحشموش وكان يتكلم في حكايه اليوم ما نزلت مسجله وتتعدى في التلفزه قدام الناس وتشوفه يحكي في حكايه اخرى معناتها ان لم تستحي فافعل ما شئت. عندك اسم تقول ولا نفس والله انا شو نقول الكل مسؤول معناها سواء في القطاع التابع الدوله واللي كذا راهو كل ما تحرم يا مسؤول ويا في بلاستيك ويا اللي تابع الدوله في وزاره الثقافه ولا في التلفزه الوطنيه وراعد راهو كل ما تحرم مبدع من عمل من انك باش ياخذ الفرصه ويخدم لانه مش عامل عليه مزيه ذاك حقه لانه تونسي ومبدع سواء في البانتور ولا في الرسم ولا في الموسيقى ولا في المسرح واحد راك كي تحرمه فراك مذنب عند الله
مذنب عند الله لانك حرمته من رزقه، وهذا هو. انا نمشي وغانا نلعب. تحسبها في الديك سنده راحة، ونوي يصوب عليك سلاحة، سر فارق وقول ملا راحة. باهي ان شاء الله نهار من النهارات نقول لهم الله راحه منهم، يعطيو الفرصه للشباب وللي عندهم الاحقيه، واللي خلي يعطيهم الفرصه باش نشوف شنو نجموا يعطيو. توا باش نرتحوا باغنيه لانه بعد ضربنا الوقت للاسف. نتمنى لو كان نقعد معكم اكثر وقت. ما شاء الله عليكم خفيف الظل. ان شاء الله تنورونا في برامج اخرين على الجنوبيه تكونوا موجودين، ولا ثم عمل ويكون موجود على الجنوبيه. خلينا نسمعوا النغم هنا بعد راجعين.
وتوها ست الملاح خديجة رجعنا معكم من جديد واللي اخر قسم وفقره تقريبا تو تعطوه نحكي في الاخر. بعد احكي انتم كملوا ما عادش تعمل شغب اسامه. خلينا نكملوا الفقره هذه اخيرا بعد اكيد ما زلنا باش نحكيو حاضر. وراء الكواليس، ولو انه هذه عباره كواليس احنا نتصرفوا سبونتاني وقاعدين مشكله واضح. هذه الفقره الاخيره جو دارتيست باش نخرجوا الصحفه العجيبه. الصحفة العجيبة ركزوا مليح. والله في بالي ماكله فرحت صحفه. نجيبوا لك ماكله ركز يقول العراس. نبداو بها هو. هذه القرعه لمباراه ططططم. انا خلتها حروة يقول ها العراس. هي الطاهرة ما يقول العراس ما عملتش قبل لك استحيل هذه من الحمام تقول هنا. اتفضل. انت تحلها قدام الكاميرا. اهلا وسهلا. للشفافية إذن الكلمة سامحوني. ليش كنت تقول سامحني ولا سامحوني؟ سمعت بك عامل برشا عمال وغلطت في حق برشا ناس. برشا زاده ها رديش تجمع يا زاد. لا والله نقول سامحوني نقول سامحوني يعني الناس اللي عاشوا معايا وحبايباتي وصحابي وعائلتي. نجم نكون في وقت ما حتى اي بشر يغلط مانيش ملايكه. اذا واحد هكا في وقت ما ان شاء الله يسامحونا خاطر شيء منا وشوي من حنا وشيء مرتبط ليدي بري ما تبكيش خاطر خالد مش يطلع بالنسبه القناه هذيا. باهي نمشيو للرياض. رياض الطاهره. خلت مليح. شق شق شقنا شق ربي يجيب الحق. كاميرا مخيبة الكلمة خيانة. خنوك ولا خنش ولا زوز؟ والله أنا الحمد لله مش من حتى أصحابي اللي يعرفوني مش نشكر في روحي مش من مشمولاتي الخيانة. وحتى الخاني إذا هو معناها يحس روحه ندم فأنا مسامحه. حتى الخاني وما نعرفوش اللي خاني إذا يحس روحه ندم إنه خاني نقول وأنا راني مسامحك دنيا وأخرى. قلبك كبير. صافي ولا معاش صافي. اخر ورقه ليك انت. بدلوا باليسار. هي ورجع لليسار. اليمين ديما كل شيء باليمين. هو حب يجبد كعبه مثلا الورقه باليمين جيتو سامحوني فيأمل في حاجه باهيه في باله باليسار. اوكي جيتك شنو فراق. شنو هي كلها فراق هذاك اليسار الجيب لك. هذاك اليسار الجيب لك. والله شوف تو دخلنا في التراجيك وانا ما يوتينيش. والله ما فهمتش هذا حظك. اكثر غربه واحد يحسها في بلاده. لا ولا تعرف احسن فراق واحد يعملوا مع شنو هو مع الفقر. يا شو ان شاء الله يا رب. الناس كل تحب الفراق. والله ستو مثلا الوالد مثلا الله يرحمه اتذكر يعني الله يرحمه هذاك اللي معناتها تجي فتره توحش تقول نحب نشوفه. الله يرحمه. الله يرحمه. في صحة صابر زين. أبي صعفني بكلام أوصف بي يا رجل. الله يرحمه يا رب يرحم بيتنا الكل ويخلي واللي عايشين ان شاء الله يخليهم لنا. نختم اخر كلمه معك رياض. هذه نظن باش تجي شويه تنفيسه.
أمنية. والله مزهرة معاها اليوم رياض. ماشي. مزهرة معاها اليوم. من اللي نسمع كم من شيرة واحدة عرفتها. أيوة مشكلة مش فيك معناتها. عندي برشا أماني. أمنية الأولى إن شاء الله تونس بخير. إن شاء الله. بالحق نشوفوها كلها بخير. إن شاء الله نشوفوا البلدان اللي تحرمت كما القصرين وسيدي بوزيد والكاف وسليانة وسامحوني كنانسة وقفصة وكلها إن شاء الله نشوفوهم هذوكم مدن كبرى وفيهم برشا مشاريع وبرشا بالحق لأن الناس هذيك تعبت وضحت وصبرت برشا. فإن شاء الله يعم الخير بالحق على تونس. وإن شاء الله هالقطاع اللي أنا فيه خاطر كل واحد يتحدث من منطلق نفسه تتنحى منه كالزروس القاعدة البيتة ويقعد كان الصحيح والفنان وإن شاء الله نخرجوا من حكاية المحسوبية والحكايات هذيك الكل نحاها ونبعدوا عليها والناس كلها نحطوا اليد في اليد وكاو. إن شاء الله هذا آخر كلمة ختمنا بها. يضيق بك الدهر يا مزيانة. يضيق بك الدهر يا مزيانة. والدور ما تلقاش غيري أنا. يا بي وختمنا معاكم الفقرة هذه. تعدت سويعة من زمان حلوة ولو انه التراجيديا جات المحسن محسن مريض لا والله فقط انه غريبي شوية تعبناه جبناه معنا اليوم لكن ما شاء الله العفوية نتاعك والتلقائية عادينا حوار باهي في برشا مشاكل القطاع نقصد اللي ان شاء الله ما عادش نلقاوها وتتحل والمسؤولين ياخذوا بعين الاعتبار الكلام اللي تقال الكل المخرجين امان اللي قاعدين الكبار اللي خدمتوا ميسيرش احنا مانيش نقولوا في غنى عن التجربة نتاعكم لكن خليه وقت التواصل الجسر التواصل بيناتكم بين الصغيرات راهم قراو راهم عندهم تكوين اكاديمي ثم اللي بالفتره موهوب تعطيوه الفرصه ونبعدوا عن المحسوبيه وغيره لانه شفنا ان هذا ما يرجع سلبا كان على النتيجه حتى كي تعمل الفيلم وتعرضوا رام التوانسه ما تشدهمش الافلام نتاعكم اخرجوا للواقع التونسي اعطيو كاليتي باهيه راهي تونس توا ولات معروفه في العالم ككل الثوره خلتنا معروفين العين علينا تكون المسرح نتاعنا والسينما نتاع تونس تشرفوا على قدر من الثوره اللي قاموا بها الشباب قول شباب تونس سوجان حمام ومات على المباركه زرقت الوشام بنت العرش غالية كي خرجت تشوف تلقى حما في الصفوف يرشك بالالوف عليك الزين العايج تحية الجنوبية والجنوبية قناة الجنوبية اوكي مشيت معك اعطينا واحدة اوكي مشيت معك هذه قناة الجنوبية اوكي مشيت معك عايش واحدة محسن قناة الجنوبية اوكي اخرى مشيت معك اوكي مشيت معكم انتم يعطيكم الصحه نورتونا اليوم في استديوهات الجنوبيه انا ان شاء الله موعد يتجدد مع ضيوف اخرين ينورونا هوني وتمنياتنا بالنجاح للعروض نتاعكم محسن ورياض وان شاء الله عندنا المسرحيه الجديده صاحبه محسن بولعراس والفنان الكبير لمين النهدي ان شاء الله ما نجمش نعنوا تو على عنوانها في القريب العاجل نعنوا على عنوانها باش تكون حاضره للصيفه هذه ونطلبوا المهرجانات كلها باش يبرمجوها لانها باش تكون معناها فرصه هامه وساعتين من الضحك المتواصل والهادف وباش نحطوا يدينا المره برشا 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 على الداء اذا اعطيهم الدواء وتكونوا حاضرين يا ربي في المهرجانات. نشكركم مره جديده موعد يتجدد معكم انتم مشاهدي الجنوبيه في الامان. عندك ثاني